القمل سيختفي نهائيا مع هذه الوصفة الطبيعية، ومن أول استخدام يعاني أطفالك من القمل، خصوصا عند ذهابهم إلى الروضة والمدارس. لا تقلقوا، أحضرت لكم الحل النهائي والفعال لهذا المشكل، وهي وصفة ناجحة ومجربة 100%. اتبعي هذه الخطوات البسيطة لحل هذا المشكل. قبل أن نبدأ وصفتنا، احفظوا الفيديو حتى لا تفقده. نحتاج إلى ملعقة ملح مع ملعقتين من الخل. يمكنك استخدام أي خل موجود في المنزل، ولكن من الأحسن استخدام خل متكون من الليمون، لأنه يعطيك نتيجة أفضل. اخلطي المكونات جيدا، ثم ضعيها مباشرة على فروة الرأس، وزعيه جيدا على كل الجذور مع الأطراف، ثم لفي شعرك بكيس بلاستيكي جيدا حتى لا يدخل الهواء، ويترك على الشعر لمدة ساعتين مع المساعدة بواسطة مجفف الشعر كل حوالي ربع ساعة. تقومين بالتجفيف فوق الكيس البلاستيكي على درجة حرارة عالية. الحرارة مع خلطتنا المجهزة تقوم بالقضاء نهائيا على القمل. أخبرني في التعليقات من أي بلد تتابعني لأرسل لك تحية خاصة في الفيديو المقبل. بعد مرور ساعتين، اغسلي شعرك جيدا بالماء، وبواسطة هذا المشط فهي تساعد على نزع بقايا القمل وحتى بيضه. ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو، ومن المستحسن يكون ضد القمل. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب ومتابعتنا للمزيد من الوصفات الطبيعية الفعالة.